السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، وهيكون معانا النهارده تجربة جميلة عملناها في شرم الشيخ. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهو هيكون السوق القديم الموجود في شرم. بصراحة هو المكان هناك فيه كل المميزات اللي انتم محتاجينها. اول حاجة هو بالنسبة للطريق بتاعه، هو موقعه هو بيكون على طريق السلام. طريق السلام ده ده الطريق المشهور في شرم الشيخ، اللي بيكون فيه الميكروباصات اللي بيكون سهل جدا الركوب من عليه، سواء كان بقى بالميكروباص او تاكسي او حتى لو انت تابع رحلة باتوبيس. فده الطريق اللي كل الناس بتمشي عليه. لما توصل لطريق السلام بتقول مثلا اي حد عايز يروح للسوق القديم، اي حد بيوصلك الطريق عشان هو مكان معروف جدا هناك. المكان هناك فيه كل الخدمات اللي انتم محتاجينها، غير ان فيه هناك محلات لللبس زي ما انتم عايزين تشتروها. في هناك كافيهات، في هناك محلات اكسسوارات لو عايزين تشتروا اي حاجه. في هناك كافه انواع المطاعم. في هناك مطاعم سوري، في مطاعم هناك مشويات، في مطاعم سمك. وفي هناك اشهر 3 محلات في مطاعم السمك، هتلاقيني برضو مصورهم لكم في اخر الفيديو. غير كده في هناك كافي مشهور جدا، وده كان معروف زمان في السوق القديم، وكان بيحصل فيه حفلات بتاعة رقص شرقي، وكان بيجيب استعراضات كتيرة جدا. المكان ده انا طبعا صورت لكم دلوقتي اللي هو بيكون فيه الشلال. المكان هناك بصراحة حلو جدا. غير كده ان هم اصلا عملوا تجديدات في السوق، وان هم جابوا بعض التماثيل زي مثلا تمثال محمد علي، جابوا تمثال مثلا صلاح الدين، جابوا بعض التماثيل لناس مشهورين في التاريخ. وطبعا دي حاجة ادت منظر عام للمكان حلو جدا. تجربة بصراحة كانت جميلة جدا، خاصة ان السوق ده فيه هناك شوارع، ودي ممكن مش كل الناس عارفاها، ان في هناك تجار جمله متخصصين لبيع ادوات اللي هي الخاصه بالسباحه. يعني مثلا زي مايوهات، شنط، الحاجات اللي هي الخاصه بالدايفنج، الماسك، الحاجات اللي هي مثلا اللايف جاكيت، اي حاجه انتم محتاجينها، حتى جزم البحر. في هناك تجار جمله متخصصين في السوق القديم لو حبيتوا تشتروا باي كميات. طبعا لو انتوا حابين تستفسروا عن اي حاجه، عايزين تروحوا مكان هناك ومش عارفين مثلا، تقولوا لي وانا هشرح لكم الطريق ازاي. طبعا في هناك قهاوي، حتى القهوه البلدي موجوده هناك. مش كل الموجوده هناك كافيهات زي ما معروفين عن شرم الشيخ، لا، في هناك برضو قاعده اللي هي زي قهوه بلدي عادي. موجوده برضو، اسعارها حنينه جدا، بتلاقي الشاي والحاجات دي زي الاسعار اللي عندنا هنا في القاهره. وفي برضو هناك محل بتاع عصير قصب وعصاير برضو مشهور جدا هناك، جنب المحلات بتاعه السمك. كل ده موجود هناك. بصراحة المكان فيه كل حاجة انتم محتاجينها. لو حابين تستفسروا عن اي حاجة ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، وانا هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل، طبعا لو كانت المعلومة متوفرة معايا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير للفيديو. ولو في اي حاجة حابين تستفسروا عنها ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا جدا لكم. ده برضو احنا لسه كده في المنطقة برضو بتاعت السوق. محمد علي. تمام، احنا كده لسه برضو بنعمل التمشية اللي احنا بنصورها هنا في الممشى. بصوا، هنا في احسن محل بتاع ادوات اللي هي بتاعت الدايفنج الموجوده. You have your hands?